نيجي للجنه التعاقدات في النادي الاهلي وتعاملها مع الصفقه. هي ليه الصفقه، سؤال بس بسيط، هي ليه الصفقه ما بتتمش في ساعتها؟ انا عايز افهم حاجه، ليه صفقه ان انت دلوقتي تفاوضت مع يحيى عطيه الله قبل ما يمضي مع نادي تاني ايا يكن النادي ده اسمه ايه؟ تفاوضت معاه والمفاوضات كانت متقدمه واللاعب كان مرحب والدنيا كانت جميله، تنام بتصحى تلاقي اللاعب ماضي في نادي تاني. ايه الفكره يا جماعه؟ بتنام بتصحى تلاقي اللاعب مضى الاهلي اعاره سنه، انتوا في ايه؟ لا لا لا، تعالى كده بقى فهمني في ايه؟ ما انت لازم تفهمني في ايه؟ يعني ايه لاعب ابقى انا بتفاوض معاه فجاه الاقيه مضى لنادي تاني، خلاص بقى ما بقاش بتاعنا، تاني يوم الاقيه ماضي للاهلي اعاره سنه بنيه البيع. انت متخيل الوضع؟ في ايه يا عم امير؟ ايه يا حبيب قلبي، ما بتشككش في ذمه حد، بس في ايه؟ مش كده، مش كده. محمد علي بن رمضان خلاص وقع للاهلي، فجاه بتلاقيه مضى لنادي تاني، فجاه بتروح تتفاوض معاه تجيبه من نادي تاني غير نادي الترجي. انت متخيل الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ ولا هو السبوبه طاغيه عليكم مش قادرين تعملوا شغلكم بضمير؟ انت كمشجع